تعرف إن في جزيرة بيروحها المشاهير والسياسيين عشان يرتكبوا فيها أفظع الجرائم؟ مش بس كده، كمان رؤساء الدول. تعال أحكي لك عن جزيرة أبستين، واحدة من أجمل جزر الكاريبي اللي هتبهرك المية المتحوطة بيها وقصورها الفخمة والهدوء اللي هتشوفه لو رحت جزيرة أبستين أو ليتل سانت جيمس. جزيرة أبستين هي جزيرة ليتل سانت جيمس، واحدة من أجمل جزر المحيط الكاريبي في الولايات المتحدة الأمريكية. بس ورا كل الهدوء ده والجمال حوادث غامضة، قضايا خطيرة، ووثائق ظهرت بأسماء كبيرة من رؤساء الدول وسياسيين وعلماء وفنانين. بدأت قصة جزيرة أبستين في 2005 لما بلغت واحدة الشرطة في بالم بيتش فلوريدا تتهم فيها رجل الأعمال والممول الشهير جيفري أبستين بالتحرش ببنتها اللي عندها 14 سنة. الشرطة بدأت تدور في القضية، واللي اكتشفوه كان صدمة. البنت دي ما كانتش الضحية الوحيدة في التحقيقات، اكتشفوا وجود 36 ضحية منهم اللي كان سنهم أقل من 14 سنة، وكل الضحايا قدموا الخدمات الجنسية تحت مسمى التدليك. التحقيقات كملت لحد 2008، واللي توجه الاتهام لأبستين بتهمتين من أصل كل التهم، واتحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة. بس بسبب وضعه الاجتماعي وعلاقاته القوية قضى أبستين 3 شهور ونص بس في السجن، واللي خرج بعدها بإطلاق سراح مشروط، واللي كان لازم يفضل في شغل لمدة 12 ساعة في اليوم و6 أيام في الأسبوع لحد ما تخلص المدة، وطبعا تحت المراقبة الدايمة. كان من المفترض ان أبستين بعد المحاكمة انه يتوب عن اعماله او حتى يبعد فترة، بس اللي حصل كان عكس كده تماما. بدأ جيفري أبستين في تكثيف نشاطه وتوسيع دائرته لحد ما تم اعتقاله مرة تانية يوم 6/7 في 2019، بس المرة دي بتهم فيدرالية وهي تجارة الجنس وتشغيل القاصرات. وفعلا دخل جيفري أبستين السجن، وكان مستني الحكم اللي متوقع انه ما يقلش عن مؤبد، بس اللي حصل صدم الكل، وهو موت جيفري أبستين في زنزانته سنة 2019، وتحديدا يوم 10/8. بحكم وفاة أبستين كل التهم وقعت من عليه في 29 أغسطس من نفس السنة. بس القضية ما خلصتش. أبستين كان ليه شركاء كتير جدا، واللي كان منهم البريطانية جيلين ماكسويل، واللي ربطها بأبستين علاقة عاطفية سابقة، ودي تقريبا الوحيدة اللي قدروا يثبتوا ضدها التهم. بدأت محاكمتها وتوجه لها تهم الإتجار بالجنس والمشاركة في تجنيد القاصرات في شبكة دعارة سنة 2021، والعالم كله كان مهتم جدا بالقضية دي وقتها، لحد ما طلع قرار من المحكمة أول السنة إنها تنشر الوثائق والأوراق اللي ليها علاقة بالقضية دي، المرة دي علشان الأسماء اللي كان ليها علاقة بأبستين وأفعاله. زي ما قلنا إن كان ليها علاقة بأسماء كبيرة من رؤساء دول كبرى وسياسيين وعلماء وفنانين جه أساميهم، زي الفنان الراحل مايكل جاكسون والإعلامية أوبرا وينفري والممثل ليوناردو دي كابريو وبرضه جان لوك بورنال والساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد ومارفن ميناسكي. ده غير كمان بنكين كبار اتوجه لهم تهمة مساعدة أبستين على الإتجار بالبشر، واللي هم دويتش بانك وسي بي مورجان. واللي قدمت الأسماء والتفاصيل دي كانت فيرجينيا جوفري، واحدة من ضحايا قضية اللي كانت أثر وقتها. قدمت تفاصيل وساهمت بشكل كبير في إثبات التهم على شركة جيفري أبستين وماكسويل. نبدأ بالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، واللي اتقال في الوثائق إن كلينتون كان بيجمعه بأبستين علاقة قوية، وإنه سافر 4 مرات في طيارته الخاصة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. وادعت الشهادة الرئيسية فيرجينيا إن الرئيس بيل كلينتون زار مرة مكاتب مجلة فانيتي فير الشهيرة وقت الاعتقال الأول لجيفري، وهدد محاربيها إنهم ما يتكلموش عن قضية أبستين، وكمان وصف أبستين بصديقه الجيد. بس طلع متحدث باسم المجلة ونفى إن كل ده حصل، وفي نفس الوقت مكتب كلينتون معلقش على الكلام ده. وده شجع واحدة من ضحايا الاغتصاب وهي خوانيتا برودريك، اللي نشرت تويتة على موقع اكس إنها تم اغتصابها من كلينتون، وقال لها ما تخافيش أنا عقيم فمفيش حاجة تقلقي منها. إدارة كلينتون برضه ما علقتش على خبر ببساطة عشان الاتهام ده ما كانش جديد، عشان خوانيتا اتهمته بنفس الجريمة سنة 91، وثانيا عشان هي ما كانتش من ضحايا أبستين لأنها مرة بتنفي ومرة تانية بتأكد الخبر. بس الغريب إن كلينتون وغيره من الأسماء اللي كان ليهم علاقة بالوثائق ما توجه لهمش أي اتهام مؤكد من أي شاهد في القضية، واللي أكدوا إن هم ما قدموش أي خدمات جنسية لبعض الأسماء اللي جه اسمهم في الوثائق ومنهم بيل كلينتون. نكمل بقى مع الرؤساء السابقين لأمريكا، والمرة دي مع الرئيس السابق المثير للجدل دونالد ترامب، واللي محدش يستغرب إن اسمه موجود في الوثائق دي، وده عشان مش أول مرة اسمه يرتبط بالفضايح المختلفة. دونالد ترامب أكد بنفسه معرفته الشخصية بجيفري أبستين، وكمان وصفه من 20 سنة بالرجل الرائع، وده كان في مقابلة مع نيويورك ماجازين سنة 2002. وفي نفس المقابلة وضح ترامب إنه من الممتع إنه يكون جنب الراجل ده، وكمان قال إنه بيحبوا البنات الجميلات زيه بالظبط، بس هو تقريبا نسي يوضح إنهم كانوا قاصرات. في الوثائق اتقال إن جيفري أبستين زار مقر إقامة دونالد ترامب في مدينة أتلانتا أكتر من مرة،
وكان معاه ساعتها اكتر من بنت. وعلى الرغم من ان الوثائق ما ورطتش دونالد ترامب ان كان ليه اي علاقه باي شكل من اشكال التحرش الجنسي، بس برضه مكتب ترامب طلع بيان بعد اعتقال ابستين في 2019 اكدوا فيه ان الرئيس السابق قطع علاقته بجيفري ابستين من 15 سنه، عشان ببساطه ابستين ما بقاش بيعجب دونالد ترامب. ما كانش بس الرؤساء والسياسيين وكبار رجال الاعمال الوحيدين في الوثائق دي، اسماء كبيره في مجال العلم والتكنولوجيا جه اسمها برضه في الوثائق، ومنهم ناس خدوا جائزه نوبل. اتقال في الوثائق ان ابستين كان بيعمل حفلات وتجمعات لنخب المجتمع من سياسيين وعلماء كبار في جزيرته. نبدا مع عالم الفيزياء اللي خد جائزه نوبل موراي جيلمان، وده اللي اكتشف الكوارك احد المكونين الاساسيين للماده الفيزيائيه. الراحل المصاب بالشلل ستيفن هوكنز يقال برضو ان كان من الاسماء اللي كانوا بيحضروا حفلات ابستين. تخيل بقى العالم اللي كان معروف بوضعه الصحي الصعب كان من ضمن الاسماء اللي موجوده في الوثائق دي، وده عشان ابستين قال اسمه في واحده من الرسائل الالكترونيه لشركته لما طلب منها عرض جايزه او مكافاه لاي حد يساعدهم في تكذيب ادعاءات فيرجينيا. والادعاءات زي ما بعض المصادر قالت ان ابستين في واحده من اللقاءات لما اتسال عن طبيعه علاقه ستيفن هوبكنز بالفتيات قال ان ستيفن كان بيحب يشوفهم وهم بيحلوا المعادلات والعمليات الفيزيائيه. طبعا ما اثبتش الكلام ده، وخصوصا ان التحقيقات اثبتت ان ستيفن هوبكنز كان فعلا على الجزيره، والصور اللي اتنشرت عن وجوده هناك عام 2006 صحيحه، بس اتقال انه كان موجود على الجزيره لانه مدعو لمؤتمر ممول من ابستين نفسه، وما اثبتش الادعاءات بالتحرش الجنسي او غيرها ضد ستيفن هوبكنز. وبرضه من الاسامي المعروفه عالم الاحياء ستيفن جي جولد، وعالم الاعصاب الشهير اوليفر ساكس، وجورج تشورشكل. ونيجي بقى لواحد اتصدمنا ان اسمه اتذكر في الوثائق، وخصوصا انه واحد من اغنى اغنياء العالم، لا وكمان بالصدفه عنده مؤسسه خيريه مهتمه بتحسين حياه البنات الصغيرين، وهو بيل جيتس. وعلى حسب التسريبات ان بيل جيتس قابل ابستين اول مره سنه 2011 بعد ما كان ابستين اتهم قبلها ب3 سنين. ومن الاسامي اللي بجد كانت صادمه اول ما عرفناها هي الاعلاميه اوبرا وينفري. عايز اقول على ملحوظه مهمه، ان كل الاسامي اللي ذكرناها واتذكرت في الوثائق هي اسامي رجاله. ايه اللي يخلي اسم اعلاميه كبيره زي اوبرا وينفري وخصوصا انها ست يتحط اسمها في الوثائق دي؟ ظهر كلام كتير على السوشيال ميديا عن علاقه اوبرا وينفري بالقضيه عن طريق المساعده في تجنيد البنات او التمويل، بس اللي اتقال ان كل دي اشاعات، وان اسم اوبرا وينفري ما كانش اصلا ضمن الاسماء اللي موجوده في الوثائق. وبرضه بيقولوا ان الاعلاميه ما زارتش الجزيره ولا مره ولا سافرت حتى على طياره ابستين الخاصه. وعلى الرغم من ده بس الهجوم ما وقفش، واللي خلاها تقفل الكومنتات على حسابها على انستجرام. وفي شهاده واحده من ضحايا ابستين جوانا سيوبو قالت انها قابلت الساحر ديفيد كوبرفيلد، واللي قالت ان الساحر عمل لها خدع سحريه كتير. بس غريبه ان انت تروح تجيب بنت قاصره عشان تعمل لها خدع سحريه، عادي ما في واحد كان بيجيبهم يقلعهم عشان يحلوا معادلات فيزياء. الشهاده برضو قالت انها قابلت الفنان المشهور مايكل جاكسون في واحده من الحفلات، بس هي اكدت ان الراجلين ما عملوش معاها اي فعل فاضح او اي فعل جنسي، هما كانوا مجرد ضيوف زي كتير من الضيوف اللي كانوا بيروحوا حفلات ابستين. نيجي بقى لطريقه موت ابستين اللي على حسب الطبيب الشرعي كان الانتحار شنقا. ابستين لقوه مزنوق في زنزانته باستخدام اغطيه السرير، واللي اعتمدته السلطات القانونيه، ودي ما كانتش المحاوله الاولى لابستين. ابستين حاول انتحار قبلها في يوم 23/7 وتقريبا قبل موته باسبوعين، واللي لحقوه وقتها وحطوه في زنزانه خاصه على الرغم من ان ده ممكن يكون موته طبيعيه ليه. بس محامي ابستين حاول انه يبين ان ابستين ما ماتش منتحر، وان حد هو اللي دبر موته، ووضح وجود قصور في رقبه ابستين واللي احيانا بيكون سبب عمليات القتل خنقا. واكد المحامي انه زار ابستين قبل وفاته بفتره قصيره وما كانش ظاهر عليه اي علامات كآبه او رغبه في الانتحار. جيفري ابستين بنفسه قبل وفاته اكد انه مش شخص ذات ميول انتحاريه وانه اكبر من انه يعمل كده بنفسه. التحقيقات بينت امور غريبه كتير، زي مثلا الراجل اللي كان موجود مع ابستين في الزلزال اترحل في الليله اللي قبل موت ابستين ومفيش حد تاني خد مكانه، وده عكس القانون اللي بيتبعوه في حالات الاشخاص اللي عندهم ميول انتحاريه. زود المحامي وقال ان جيفري ابستين قدر يعمل مشنقه عن طريق اغطيه السرير اللي كانت موجوده في زنزانته بشكل غريب، ده غير ان الحارسين المسؤولين عن زياره الزنزانه كل نص ساعه ما عدوش قدام الزنزانه لمده وصلت ل3 ساعات بحجه انهم ناموا. ومع كل ده ادعاءات المحامي اترفضت، واكد الطب الشرعي انه مات منتحر، وخصوصا ان اخوه طلع في لقاء تلفزيوني وقال ان جيفري عنده معلومات مهمه جدا وخطيره عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، وان المعلومات دي لو كانت ظهرت للنور كانت الانتخابات هتتلغي. وهل ده سبب ان القضيه تطلع ترند بعد ما ترامب ترشح للانتخابات؟ طب لو الموضوع له علاقه بالانتخابات، ايه علاقه العلماء والمشاهير بالموضوع ده؟ ولا هل الموضوع مرتبط بالماسونيه اللي معروف ان في علماء ومشاهير كتير قوي منضمين ليها؟ كل الادله بتقول ان ابستين ما ماتش منتحر، بل
اتقتل في زنزانته. هستنى بقى نتناقش في الكومنتس سوا في الموضوع ده، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. لو انت على يوتيوب اعمل سبسكرايب، لو على انستجرام وتيك توك اعمل لي فولو. سلام.